ايه رأيك في مخلل المشكل ده؟ شايفة شكله، شايفة جماله، شايفة 60 جنيه عملنا برطمانين كبار جدا. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقولك عملناه ازاي. اول حاجة انا جبت الخضار ونضفته وغسلته وخليته زي القشطة زي ما انتوا شايفة كده، شايفة؟ ومعايا حلة على النار فيها مية بتغلي. انا معايا بصل ومعايا جزر ومعايا خيار ومعايا لفت ومعايا فلفل ومعايا واحدة قرنبيط، بس انا مش واخداها كلها، واخدة حوالي نصها، ومعايا فلفل احمر. سيبي البنجرية دي دلوقتي هقولك هعمل بيها ايه. تعالى اقولك على المية اللي بتغلي على النار هعمل فيها ايه دلوقتي. معايا مية على النار بتغلي، هنزل بمعلقة من الملح ومعلقة سكر، مش هنزل بكمون او اي حاجة. معايا القرنبيط، شايفين انا قطعته بالشكل ده. هنزل في المية اللي بتغلي. بصي بقى، انت يا دوبك بتنزليه 3 دقايق بالظبط وبتشيليه، انت مش بتسلقيه، يا دوبك بتحطيه في المية اللي بتغلي وهشيله على طول. خلاص انا هطلعه زي ما انا قلتلك 3 دقايق بالظبط وشيليه. ادي القرنبيط يا دوبك هبرده تحت الحنفيه. وتعالى اقولك البصل هعمل فيه ايه. شايفين الميه اللي انا سلقت فيها القرنبيط؟ هنزل بالبصل بتاعي بالقشر بتاعه بكل حاجه، هسيبه في الميه اللي بتغلي بس هطفي عليها على النار. خلاص، من عقبال ما اجهز واخرط اللفت والجزر والحاجات بتاعتي دي هرجع له تاني. معايا السكينه او القطاعه دي اللي يريحك، انا معايا القطاعه ومعايا السكينه دي اللي يريحك اعملي بيه، المتوفر عندك. هنا هنقطع الجزر كده حلقان. على فكرة القطاعة دي انا جايباها ب20 جنيه بس بتدي شكل حلو قوي للمخللات. بصي كل واحدة بقسمها 2. على فكرة يا جماعة القطاعة دي رخيصة قوي. هقطع الجزر كله بالشكل ده نصين. انا هوريكي من كل نوع واحدة واحدة، وهقطع بقية الكمية كلها وابقى اوريها لكم في الاخر. تدي معاكي شكل جميل قوي. شكل الجزر حلو ازاي في المخلل بتاعك. والخيار برضو اعمله زي الجزر بالظبط اهو. تقطعيه حلقان وكل واحده اقسميها 2. انا كده الجزر هعمله بالشكل ده. والخيار نفس النظام. هقطع بقيه الكميه كلها بالشكل ده وهوريها لك. وهو ده شكله بعد ما احنا قطعناه بالشكل ده، شايفين؟ والقرنبيط اللي احنا يا دوبك سلقناه 3 دقايق بس. البصل انا طلعته من الميه المغليه، وهو ده شكل البصل بتاعنا. تعالى اقولك انا هنضفه ازاي. بصل احنا ما شغلناش عليه النار خالص، يا دوبك حطيناه في الميه اللي بتغلي، هيبقى معاكي بالشكل ده. هنضف البصل كله بالشكل ده وهغسله وهرجع لك تاني هقولك هنعمل ايه. كده انا نضفت البصل بتاعي، شايفين شكله، وغسلته كمان. هروح اضرب الفلفل ده في الخلاط او الكبه وارجع لك تاني. تعالوا نعمل المحلول الملح بتاع المخلل. معايا بوله فيها 2.5 لتر من الميه، فيها الفلفل اللي احنا ضربناه في الخلاط، هنزل بيه بالطريقه دي. شايفه كيس الملح الصغير ده؟ انا هنزل بيه كله. عامه لكل لتر من الميه ليه 4 معالق هرميين، يعني انا عايزه حوالي 10 معالق ملح. يبقى انا في البوله ما نزلتش الا بالفلفل والملح. خلاص، هنزل بمعلقتين كبار من السكر. السكر ده ماده حافظه، وكمان ما بيخليش المخلل يطرى، بيخلي المخلل ناشف وبيقرقش وجميل. معايا خل من الابيض،
هنزل ب3 معالق خل، معلقتين كبار من هريسة الشطة. حد بقى هيقول لي ما انتي ضاربه فلفل، الهريسه دي فيها توم وفيها ليمون وفيها خل وفيها كل حاجه، خلاص ما تستغنيش عنها برضو، بيدي طعم جميل قوي. معايا معلقتين كبار من عصفر الليمون، بيبقى شكله تحفه، وانتي حاطاه كمان والبرطمان بيبقى شكله جميل قوي. مش هننزل باي حاجه تاني. بتدوبي المحلول ده كويس قوي وبتدوقي الملح بتاعك كده. انا بالنسبه لي المحلول ده خلاص خلص كده تمام. والخضار بتاعي انا خرطته. معايا بقى بنجرايه صغيره، هقطعها الاول، قشريها كده زيها زي البطاطسايه، واحده صغيره قوي. خرطي بقى البنجرايه دي خرط رفيع بالشكل ده على الخضار بتاعك. كده انا المخلل بتاعي خلص، يا دوبك ارصه في البرطمانات. خلاص انا المخلل بتاعي مش حاطه فيه زيتون ولا ليمون، انا معايا بس شويه الليمون دولت، قلت هديهم بس يديله شكل مش اكتر. بصوا الليمون بتاعي اللي انا كنت مخليه معاكم على القناه، شايفه شكله؟ انا بحب الليمون والزيتون لوحده. تعالى اوريكي قبل ما احنا نخلل. شايفه الليمون؟ شايفه ميته؟ بصوا انا ما بحبش احط ايدي في البرطمانات. بصوا تحفه. شايفه الميه بتاعت الليمون بتاعتي؟ انا بحب الزيتون لوحده والليمون لوحده، اما التشكيله دي بحب اعملها لوحديها كده مع بعض. بس انا طلعت شويه مش معصفرين وغسلتهم وقلت احطهم في قلب البرطمان. عبي البرطمان بتاعك بقى، شكليه كده بصل على قرنبيط على لفت على جزر على فلفل. عبي البرطمان بتاعك بالشكل ده. شايفه شكله؟ شايفه نظافته؟ اعملي حاجتك في بيتك. انا جايبه كل الحاجات دي ب60 جنيه. شوفي هتملي بيهم احلى برطمانين ب60 جنيه، وكفايه نضيف وان انت عاملاه في البيت. شايفين شكل البرطمانات بتاعتنا؟ شكلها تحفه. تعالوا بقى، على فكره انا حطيت معلقتين ملح كمان. خلاص زي ما انا قلت لك حطي الملح ودوقيه. تعالي بقى اعبي البرطمانات، تعملي احلى برطمانات مخلل. وزي ما انا قلت لك كفايه ان انت ضامنه نظافتهم، هينفعك طول شهر رمضان. كيلو المشكل بره وصل 50 جنيه، شوفي ب60 جنيه انت عملتي كميه قد ايه. والصيام طبعا الكبير جايلنا كده. احنا خلصنا البرطمانات وعبيناهم من الميه. شايفه شكله؟ ولسه كمان ما استواش معانا. يلا قومي هاتي واعملي، هينفعك. ب60 جنيه قلتلك عملت برطمانين كبار قوي. جايبه من كل نوع كيلو كيلو، مفيش الا اللفت اللي جايبه له 2 كيلو. يلا ويا رب تكون طريقتي عجبتك.